بجوزكم الاثنين سدوا المايكات. انا عندي هنا مقطع من فدك، قناه فدك الشيعيه. سدوا المايك دقيقه، خلينا ربما هذا يحسم الموضوع. سدوا المايك الاثنين. مشايخ وقصاصي الطائفة البكرية الذين تناقلوا مقطعا من محاضرة قديمة للشيخ الحبيب قال فيها بأن الكثير من الجزائريين باتوا يحملون مشاعر الكراهية تجاه المنافق عمر بن سهاق لعنه الله. وقال الكاتب البكري الجزائري سلطان بركاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن كل المؤشرات والقرائن تدل على أن المتشيعين الجزائريين يتجهون إلى السير على خطى ياسر الحبيب الذي يرى بأن زمان التقية قد ولى، مشيرا إلى قيام بعض الجزائريين بسب الطاغية أبي بكر لعنه الله، وذلك بشكل علني في أحد المساجد الواقعة في قلب مدينة بسكرة. هذا وظهرت مقاطع مصورة على موقع اليوتيوب حاول من خلالها المدعو عبد الفتاح حمداش مسؤول ما يسمى بجبهة الصحوة السلفية وغيره من تفريخات ماكنة التحريض الوهابي السعودي، حاولوا نفي ما صرح به الشيخ الحبيب بخصوص توسع الحركة الرافضية البرائية في الجزائر في ظاهرة أمست محط اعتراف الجميع بعد أن صار مألوفا الصدع بالبراءة من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة عليهم لعائن الله في المساجد. لا 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 لا، هذا مستفز يا أخي. هذا عندكم في الجزائر يا خلينا يا أسعد، خلينا من هذه. شوف هذا، وحتى وإن كان أسلوب هذا الفيديو اللي وريته هذا أسلوب إخباري يحتمل الصدق أو الكذب. اثنين، أنا لا أنكر أنه يوجد بعض الشيعة في الجزائر، ولكن قليل مقارنة بالمغرب وتونس، قليل جدا. لا يا أخي، المغرب ما فيها والو. لا والله العظيم يا أسعد، سبحان الله يا أسعد، سبحان الله. الدكتور منار السليمي رئيس مركز الدراسات الجيوسياسية هو اللي يقول هذا، سبحان الله. نكذب أنا دكتور؟ أخي فينهم لا نراهم، لا نرى حسينية يا أخويا. أنا دكتور منار السليمي عندي مرجع، أنا نسمع المرجع تاعي. طيب اوكي يا احمد، شكرا. صح. ونزيدك حاجه اسعد. لا لا، لعنه شكرا. الله على من يسب امنا عائشه رضي الله عنها، لعنه الله على من يتحالف مع قتله الانبياء والرسل، لعنه الله على من يسب عمر، لعنه الله على من يسب ابو بكر، لعنه الله على من يتعامل مع ايران واسرائيل. احسنت. انا ايوه الاثنين معك. شكرا. استاذ ادريس، عندك شيء نختم به؟ والله الاخ سمير، اعذرني الاخي سمير والبقيه، والله ان الوقت أدركني، أنا آسف جدا. ما عاد فيش وقت والله، ولا سمير كنا سنستفيد منه. اعذرني يا أخي سمير. تفضل أخي.